في خبر عاجل الآن، القبض على هشام الوهراني بعد مطاردة مثيرة يهز مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر. شهد الشارع الجزائري خلال الساعات الأخيرة حالة من الفرح والارتياح بعد الإعلان عن القبض على هشام عطية الملقب بهشام الوهراني، العقل المدبر في حادثة الاعتداء على الشاب رؤوف، القضية التي أثارت غضبا واسعا في الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية. وبعد أيام من البحث المكثف، تمكن مجموعة من المواطنين من رصد مكان اختباء هشام الوهراني في أحد المنازل ببلدية وادي الضفة التابعة لولاية الشلف، وذلك بعد محاولته الاختفاء عن الأنظار منذ تنفيذ الاعتداء. ووفقا لمصادر محلية، فإن هشام الوهراني كان يخطط للهرب سرا إلى خارج الجزائر عبر طرق غير شرعية خوفا من ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية، لكن خطته باءت بالفشل حين باغته عدد من المواطنين الذين اشتبهوا في هويته فحصروه داخل المنزل وتمكنوا من القبض عليه بعد مقاومة قصيرة قبل أن يقوم بتسليم القوات الدرك الوطني التي حضرت إلى المكان. في البداية حاول هشام الوهراني إنكار هويته مدعيا أنه ليس الشخص المطلوب، لكن بعد مواجهته بالأسئلة والاتهامات من الحاضرين اعترف بأنه هشام الوهراني، مؤكدا أنه كان يحاول مغادرة البلاد لتجنب الاعتقال. ولحد هنا كان الفيديو خلص، إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.